انت عشان اهلك وفروا لك كل حاجة وجابوا لك كل حاجة سهلة وبقت كل حاجة متاحة، فاكر ان كل الناس اتربت على كده. ازيكم؟ انا من عيلة ثرية جدا ومن وسط راقي جدا. حبيت بنت عادية، صراحة انا كلمتها في الموضوع ده وقلت لها ايه رأيك ان احنا نتجوز عرفي؟ قالت لي لا، يا نمشي بحلال ربنا يا بلاش منها الموضوع ده خالص. طبعا انا في الاول قلقت وفضلت ان انا مش حابب الموضوع دوت، لان انا حابب ان انا اتجوزها عرفي عشان خاطر كل واحد مننا يعرف التاني اكتر. المهم فضلت بالراحة كده اسايسها لحد ما كانت رافضة الموضوع ده رفضا قاطعا، وقالت لي بلاش منه نهائي. المهم فضلت اسايسها على اساس ان هي تزهق من موضوع ان انا مش قادر اتصرف واجيلها شرعي. فضلت أسايس فيها وأجيب لها هدايا وأتكلم معاها لحد ما الموضوع ده مر عليه سنتين، ولقيتها مرة واحدة بتقولي أنا جبت آخري، يا ريت تيجي تاخد خطوة. طبعا أنا فضلت أتحجج لها إن أنا عندي مشاكل وعندي ظروف والدنيا مش متهيئة وفي شوية حاجات بخلصها، لحد ما الموضوع ده مر عليه سنتين. لقيتها فجأة مرة واحدة وبتقولي بص بقى أنا جبت آخري وأنا مش هكمل معاك. أنا زهقت منك خالص. المهم صالحتها ورضيتها وبتاع. جات لي فكرة إن أنا أبتدي أزق عليها ناس من معارفي وناس من اللي أنا عارفها في الشغل عندها، بحيث إن يأثروا عليها في الموضوع واتجوزها عرفي. ولكن هي برضو قدرت تعرف إن الناس دي أنا اللي زقها، راحت قطعت علاقتها تماما بالناس دي وقفلت الصفحة. لحد ما أنا كلمتها وقالت لي بص، كل اللي انت بتعمله ده ملوش اي لازمة خالص. هتجيلي عشان خاطر تتقدم لي رسمي مفيش مشكلة، مش هتيجي انا مش طايقاك ولا عايز اشوفك ولا. قلت لها طب ليه يعني؟ قالت لي هو الموضوع كده، مفيش احسن من ان احنا نمشي حلال وبشرع ربنا. قلت لها طيب خلاص مفيش مشكلة، انا هحاول اشوف الموضوع والدنيا، وفضلت اماطل تاني. ولكنها لما قررت ان انا اكلمها تاني وان انا اروح واتكلم معاها، قالت لي بص هقولك على حاجة، انت عشان خاطر لما تيجي تتقدم لي انا هطلب مبلغ مبالغ فيه، ولما هطلب المؤخر مفيش حاجة اسمها مؤخر، انا هاخد فلوسي كلها فلوسي كلها، ولما هروح عندك بيتك هروح لك بشنطة هدومي بس. قال لها يعني ايه ده تطفيش؟ يعني انت بتستغلي؟ ده ظلم ده. قالت له اه سميها زي ما تسميها، وعلى فكرة انا خلاص سني كبر، يعني انت دور لك على بنت اصغر عشان خاطر تقدر تجيب منها اللي انت عايزه. انا محتار الصراحة ومش عارف هي ليه بتعمل كده اهو، رغم ان انا كنت في البداية الطبيعي جدا ان احنا لما نيجي نتعرف على بعض لازم مش اقل من سنة او سنتين عرف. حتى الطفل اللي كانت بتحلم ان يبقى مني بتقولي انا خلاص سني كبر، دور لك بقى على واحدة تانية صغيرة عشان تجيب منها طفل. انا الصراحة عرضت عليها فلوس كنوع من انواع التعويض يعني، او مثلا كهدية او ممكن سكة ان انا اقدر اتكلم معاها تاني، رافضة اي حاجة مني. انا مش فاهم هي زعلانة مني ليه. هو مش من الطبيعي ان الواحد لما يكون مقلق من حد شريكه يبقى مثلا في وسط ما بين مثلا سنتين ل5 سنين لحد ما اتأكد اذا كان الدنيا شمال او هو او الشخص ده يمين، على اساسها ان انت هتكمل. هي بقى مقتنعة ومعتقدة ان انا استحالة حتى لو رحت اتقدمت لها من الباب ان هي عمرها ما هتاخد واحد فكر فيها انها شمال شمال، على اساس ان انا يعني طلبت منها عرفي. انا مش فاهم هو العرف ده مش عادي ان ممكن الواحد يشوف ان الشخص ده هيبقى مناسب معاه كشريك ولا لا؟ يعني انا شايف يعني دي حاجة ما تزعلش. وبعدين انا لما اتعرفت عليها هي كانت في نص التلاتينات كده، ودلوقتي في اواخرها، فهي شايفة ان هي خلاص يعني ان هي مش هتخلف تاني. فكنت عايز اعرف من حضرتك ومن الناس اللي عندك انا ايه الغلط اللي انا عملته، او هي مثلا ممكن تكون ايه اللي شايفاه غلط. فاتمنى من حضرتك ان انت تقول لي وتساعدني، والناس اللي عندك تقول لي ايه اللي انا غلطان فيه. طيب خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تشير الفيديو ده وتقول لنا رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واكيد طبعا محتاج اسمع رأي حضرتك في حاجة زي دي. بص يا سيدي، للأسف انت اهلك ناس ثريين ومن وسط راقي، للأسف نسيوا يعلموك حاجة هتعرفها فيها هي، وهقولك عليها دلوقتي. ولكن هي أهلها علموها الاحترام والأدب والدين بيقول إيه، ولكن أهلك نسيوا يعلموهولك. دي في البداية. لو كل الشباب بتفكر زيك إن عشان خاطر يبقى ليه زوجة
يتجوز عرفي ويقعد معاها سنة ولا 2 ولا حتى 5 زي ما انت ما قلت، وبعد كده يقرر اذا كانت الانسانة اللي اخدها دي هتبقى شريكة ليه او لأ، فكانت البلد باظت. يعني كان كل حاجة خربت. اللي هو بقى اللي عايز يعمله يعني ايه ان انا اكتب ورقة عرفي ما بين 2 عشان خاطر اشوف ان الانسانة دي هتبقى شريكة حياتي ام لولادي ولا لا، وعلى اساسها هقرر بعد 5 سنين. يبقى انت مش عايز تبني بيت ولا عايز تبني اسرة ولا عايز تكون اصلا في دماغك مسؤولية. انت عشان اهلك وفروا لك كل حاجة وجابوا لك كل حاجة سهلة وبقت كل حاجة متاحة، فاكر ان كل الناس اتربت على كده. انا ما عنديش غير اللي انا قلته لك ده، واكيد الناس هتقول لك افضل من اللي انا قلته لك.